جلال بيه، اتفضل يا جلال. السلام عليكم يا دكتور. وانا سامعك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا جلال بسرعه عشان الوقت. الزوجة التي تخرج للعمل، نعم. هل يجب عليها أن تساعد في مصاريف البيت؟ ابدا ابدا، لا شيء على وجوبها ابدا. معاها هقول لك بلاش العمل. الزوجه استاذ جلال، الزوجه التي ورثت 4 مليار جنيه. بعد اذنك يا دكتور، انا لسه ما كملتش. طب ما انا ارد على الحته دي، ارد على الحته دي وكمل براحتك. انا ما قلتش اقفله على جلال. استنى بس، استنى، انت كنت بتتكلم نحو حلو وانا بحبك. ما انا ما كملتش، اكمل وبعدين سيادتك تجاوب. لا انا هقف عند النقطه دي. انا بحبك والله. طب وانا بحب ترابك، بس اسمعني وبعدين كمل، لان مش هتراجع. لما اقول لك انا هقف هنا قول لي اتفضل، وبعدين اقول لك كمل يا جلجل يا جلجل يا جلجل يا جلجل يا جلجل يا جلجل. اسمع يا جلجل بس. يتحمل كل شيء يا جلال بايه يا عم جلال؟ الله يرضى عليك، انا قايل النهارده الكلام ده وبعيد اهو تاني. مفيش نفقه على ست نهائي، وهي مواساه سنه. كمل بقى يا جلجل، كمل. ما كملتش السؤال والله. كمل يا فندم. بقول لحضرتك، لو طلب منها الزوج ان تجلس في البيت، أو لو طلب منها الزوج ان تجلس في البيت وهو يتحمل كل شيء في البيت. انت شايف ان في كونتاكت بين الجزء الاول من السؤال والجزء الاولاني يا جلجل؟ ولكنها رفضت. لحظه يا جلال. ايوه رفضت، هقول لك كل حاجه، بس انت شايف ان في ربط بين الجزء الثاني والجزء الاولاني؟ انت بدات. أيوة. هل يجب على الزوجة او الزوجة، وقلتها انت كده بالابتداء مرفوعه بالضمه، وعشان كده حبيتك انا. الزوجة التي تخرج الى العمل هل يجب عليها؟ الجزء الثاني من السؤال يا جلجل بتقول لي ايه؟ طلب منها الزوج انها تقعد وهو يتكفل. قول لي ايه العلاقه بين الجزئين دول يا جلال؟ كنت هتموت لو ما كملتش. العلاقه بين الجزء الاول، العلاقه بين الجزء الاول من السؤال، العلاقه بين الجزء الاول من السؤال والجزء الثاني انه طلب منها ان تجلس في البيت وهو يتحمل كل شيء. ايه العلاقه بقى؟ فين العلاقه يا جلجل بيه؟ فين العلاقه؟ سيعطل كل شيء في البيت. فين العلاقه بقى؟ دي العلاقه بذمتك؟ بالراحه خالص، دي العلاقه. السؤال الاولاني هو ايه؟ الزوجه اللي بتخرج للعمل هل يجب عليها تساعد في البيت؟ انا قلت لا. انت فضحت الدنيا. استناني اكمل. كملت في حاجه منفصله تماما، لان الجزء الاولاني سؤال اسمه ايه؟ قال لها عودي يا مراتي وانا متكفل بكل حاجه. ده ملوش دعوه بالوجوب والجواز يا حرب.